السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالبداية أنا بشكر كل إنسان شريف، كل إنسان محترم، كل إنسان متواضع، كل إنسان عنده وطنية ساهم وشارك ونشر الفيديو الأولاني اللي وجهناه للساقط توفيق عكاشة. هذا أولا. اثنين، بدنا اليوم نحكي ونعمل توفيق عكاشة مسخرة وممسحة، لأنه هو فعلا إنسان ساقط ومسخرة وممسحة. إيش يا توفيق؟ طمني عليك. سمعت إنك باكي مجلوط وبالعناية المكثفة ووضعك الصحي سيء للغاية. الله لا يكيم عن كلبك شدة، الله لا يكيم عن كلبك شدة. أنا توقعت يا حقير، أنا توقعت يا حقير إنك لما تطلع من العناية المكثفة تصير إنسان، إلا أنه فعلا أبت السفالة أن تفارق أهلها. أنت واحد سافل، واحد حقير، واحد منحط، ما بدك تغير ولا بدك تبدل. كل الناس ملايين البشر يتمنوا إنك تموت، اتمنى انك ما تطلع من هالشده، الا انا كنت واحد من الناس بتمنى انك ما تموتش، عشان الحساب بيني وبينك طويل والحكي طويل، ولازم كل العالم يعرفوا مين هو توفيق عكاشة، مين هالانسان الساقط، الانسان النذل اللي بيزاود على الناس وبيزاود على غزه وبيزاود على الشعب الفلسطيني وبيزاود على حماس وبيزاود على المقاومه، وبتمنى الساقط انه اسرائيل تقضي على حركه حماس وتقضي على المقاومه وتقضي على الشعب الفلسطيني ويتبخر قطاع غزه. لما واحد حقير ساقط جبان زيك بيرفع القبعه للاسرائيليين، لما واحد نذل ابن نذل زيك بيرفع القبعه للجيش الاسرائيلي، وبنسى انه الجيش الاسرائيلي اباد الاف من الجنود المصريين في سيناء. شو انت ولا توفيق؟ ولا توفيق لما انت بترفع القبعة على ناس قتلوا الجيش المصري، شو بتكون انت؟ شو بنقول لك انت؟ ارجع اقول لك شو انت؟ بجوز هلا المشاهدين او اللي بيسمعوني صاروا مجاوبين عني ملايين. شو انت؟ انت اوطى من الواطي. انا درست في كل الكتب عن كل الحيوانات، صدقني يا حيوان ما لقيت حيوان اشبه فيك، لا حمار ولا بقرة ولا كلب ولا يا زلمة الكلب وفي اللي البقرة بنستفيد منها، القطة منيحة. انت اي حيوان انت من اي نوع من الحيوانات؟ فهمنا يا توفيق، انت من اي فصيلة من الحيوانات؟ انا بتوقع فيش اي فصيلة من الحيوانات، لانك لا تشبه اي حيوان بحيوانتك يا ابن الحيوان. فاهم يا توفيق؟ بعدين تعال يا واطي يا صرماي، شو قصة المرة هاي المتجوزة الساعة 1 ومطلقها على 1:30؟ سمعتك يا واطي وحضرت لك مقطع لما المذيعة زنكتك، قلت لها أنا تجوزتها الساعة 1 وطلقتها على 1:30. ليش؟ إيش في بينك وبينك يا عمي؟ ليش طلقتها على 1:30؟ يعني معجزة؟ يعني بتسرح في مين أنت باكي؟ يعني في واحد بالعالم كله بتجوز على 1 ومطلق على 1:30؟ ولك يا حقير الحبر من بجفش الساعة عن الوركة. شو قصتك؟ بعدين شو قصة الولد الثالث اللي مش قابل تعترف فيه؟ يا توفيق، يعني أنا كل تاريخك قرأته والله كله سقاطة، كل تاريخك سقاطة يا ساقط. غير هذا بغض النظر يعني عن قصة خالك ومرت خالك هبة سليم والعاشق الولهان اللي لحق على فرنسا واللي أسقطته، والسقاطة وين؟ السقاطة وين؟ خلينا بس أوضح للعالم شو قصة خالك، يعني بجوز ناس ما عرفوهاش منيح. هاي في واحدة اسمها هبة سليم، بتعرفها مرت خالك ولا؟ أكيد بتعرفها، مع إنك أنت مش عارفها يا ساقط. هذه هبة سليم كانت تدرس في فرنسا، وخالك لحقها غاد بحجة إنه بحبها وما بحبها، المهم شو بدكم في الطويلة والقصيرة، هبة سليم أسقطت خال مين؟ خال الساقط توفيق عكاشة. هبة سليم أسقطت خال مين؟ خال الساقط توفيق عكاشة. والمخابرات المصرية كل الاحترام إلها كشفت هاي القضية وأعدمت هبة سليم وأعدمت خال النذل توفيق. والمشكلة وين يا جماعة الخير؟ إنه لما واحد نذل واحد ساقط ابن ساقط بيطلع بيزود على العالم وبيحكي على العالم وكل تاريخه وكل عائلته سقاطة بسقاطة، هون الإشي اللي بقهر الواحد، هون الإشي اللي بقهر الواحد وبوطي راسه. خاله لتوفيق عكاشة كان يتخابر مع السلطات الإسرائيلية ضد الجيش المصري. تخيلوا؟ ضد مين؟ ضد الجيش المصري، وبيجي بيحكي لك الاخ باسم الشعب المصري. انا بحكي ولك يا حقير قبل ما تجيب سيره الشعب المصري حط ايدك على راسك، قبل ما تقول انا فلاح او انا بن فلاح حط ايدك على راسك، لانه الفلاحين بنعرف عنهم طول عمرنا وطول حياتنا اشرف ناس واجدع ناس واكرم ناس واهل النخوه واهل الشهامه. انت فلاح ولا خلو فلاح؟ انت فقط ساقط يا توفيق.
وبتمنى طلع بديش اطول حكي كثير، بتمنى منك هذا الفيديو بده يوصلك، لانه كل الاحرار رايحين ينشروه كمان مره، وانا وياك والزمن طويل. كمان مره بقول لك انا مستعد القي معك في اي قناه فضائيه، بس انت يا ساقط حدد الزمان والمكان وانا جاهز. ماشي يا توفيق؟ ماشي؟ وتضلك تعوي، لانه بالنهايه الكلب عظمه بسكته، وانا بوعدك الا ابعث لك عظمه سكتك على الاخر، والعظمه اللي بدنا نبعث لك اياها خليها على طريقتنا. باي باي توفي. توفي اهدى يا توفي، راح نبعث لك عظمه مرتبه يا توفي على وجهك.